حضرتك؟ محمد مصباح، مدير مكتب جريدة التحرير في اسماعيلية. استاذ محمد، احنا فين دلوقتي؟ احنا دلوقتي في المنطقة الوسطى من قلب قناة السويس الجديدة. احنا النهارده طبعا شايفين انجاز عملته إدارة هيئة تنسيق القوات المسلحة تنسيق مع هيئة قناة السويس. احنا شايفين دي كانت من حوالي 6 شهور كانت جبل دام، النهارده شايفينها بقت مية، في لانشات ماشية، في كراكات شغالة. كل ده ان شاء الله من الانجاز المشروع في السنة المحددة من السيد الرئيس. تقول ايه للشعب المصري اللي وفر تمويل القناه وانجز هذا المشروع العملاق؟ والله الشعب المصري مش محتاج حد يقول له حاجه، هو الشعب المصري معروف طبعا طول عمره ان هو بيقف مع مصر وقت الازمات، بيقف مع جيش مصر المحترم، بيقف مع الناس الوطنيه اللي عايزه الخير لمصر. بقول لكل الناس اللي بتتكلم عن المشروع تيجي ما تتكلمش وهي نايمه في البيت، تيجي هنا تشوف الانجاز العظيم اللي حصل النهارده. تقول لي السيد الرئيس صاحب قرار اقامه قناه السويس في ظل الظروف اللي كانت بتعيشها مصر. اقول له طبعا شكرا شكرا شكرا، لان لما السيد الرئيس يكون صاحب فكره عظيمه زي كده، اكيد ده راجل دماغه مش عاديه، كده راجل عبقري. احنا مصر مرت بظروف صعبه ومرت باوقات عصيبه، لما يكون بيضرب في حاجه زي كده ويجيب الخير للاجيال القادمه يبقى ده حاجه كويسه. تقول ايه للعامل البسيط اللي بيشتغل في التدبيش، بيشتغل في الحفر؟ اقول له شكرا، اقول كل العاملين هنا شكرا شكرا شكرا. كلمه اخيره.